ارفع راسك ما احكي وياك. انت ايش قد طلعت؟ 5000. شنو؟ 5. طلعوا لي 5 وانا بس هذا التقاطع صارف عليه بال5 ملايين، جيبوا لي 5. انت شنو انت؟ حسابكم بالشركه. خير خمك. شنو؟ خير. لا انا صاحب شركه، شنو خير خمك؟ الشركه ما شنو هذول فاصع عليهم هالمطر هذا ليش؟ شنو انت المحامي مالتهم مثلا لو شنو؟ شنو محامي مالتهم؟ اخويا موظفين موظفين يمي. موظف شنو يشتم موظف شنو حضر جنابك؟ وين تشتغل؟ انا مدير شركه. شركه ما شنو؟ يعني بعدين اطفال موظفين اي موظفين يعني يمي. طفل؟ يعني طفل هذا دا يبيعك شو اسمه؟ اي موظفين يمي. لا وضعك مو طبيعي. دقيقه خل خابر الشرطه. شنو تخاف الشرطه؟ انت شنو فيلمك؟ ما بابا انا احكي وياك، انا مدير شركه. مدير شركه يا اخي شنو انت؟ ماشي بس على سؤال، الاطفال بالشارع. بس سؤال مو منطقي تقول اخويا، بس سؤال بس سؤال. انت شنو انت مسؤول هنا مثلا؟ انا ما مسؤول، انا رجل مستقل صيح عليهم. كيف الموظفين يمي عمال يمي يشتغلون؟ هذا موظف يمي. ايه هذا طفل يشتغل يمك طفل هذا موظف شنو؟ اي موظف يمي. يلا امشي روح، على لا كيف توقفون بعد. انت شنو؟ ليش انا راح اخابر الشرطه عليك. اخويا موظفين انا خابر الشرطه عليك. انت شو تصير منهم؟ انت اقول لك موظفين يمي. موظف شنو؟ موظف الشركه شنو؟ انا صاحب انت جاي شركه. تقول موظف يعني طفل موظف؟ اي موظف هذا يمي. العمر موظف؟ اي موظف. زين وهاي الطفله خذت الفعل ليش شنو؟ موظفه يمي. موظف شنو؟ ما شنو الشركه حضرت جنابك؟ شلون؟ شنو الشركه؟ شنو بدي اعطيك تفاصيل كامله على الشركه مثلا؟ اقول اخوي لا لك تتدخل. شو انت لا تتدخل. انت لا تتدخل. شنو ما تدخل؟ لا تتدخل. اخي انا الطفل شنو ما بابا تدخل؟ انا موظفين يمي. يعني انت رجل شاب هذا اطفال مثقف ايش تسوي؟ شلون؟ منا كذا اطفال تحكي وياهم، منا احنا كبار نسولف وياك وتدافع، شنو سالفتك؟ موظفين يمي لا تصيح. انت الموظفين شنو موظفين؟ موظفين عرفت من أقول عندك؟ لك. شنو فهمت؟ تحترم نفسك احسن لك. شنو موظفين؟ ما اعرف اجيب شرطه عليك. خابر الشرطه. شنو تخاف الشرطه؟ هسه خابر الشرطه. انت بس فهمنا. بابا ايش تخاف الشرطه؟ موظفين يمي. انت شنو ذول مستغلين ذولا؟ انت شو عليك؟ شو عليك؟ شنو شو عليك؟ شو عليك؟ موظفين يمي. لا مو شعري. شلون؟ فهمنا شو يصير بس منك؟ سؤال، انت شنو انت هاي؟ ما لك علاقه انت بس بينا. سؤال. اقول لك ما لك علاقه. انت شنو الواقع هاي شايليها انت؟ لا مو استاذ ثواني بس. تجربة اجتماعية. ثواني تجربة اجتماعية. تفضلي هنا، تفضلي هنا حتى لا نعيق الطريق. تفضلي هنا استاذ، تفضلي. مسار وين رد التحال. تفضلي هنا استاذ. تجربة اجتماعية. أنا كلش آسفة واعتذر على هذا الموقف، بس انطوني وجهكم للكاميرا. ولكن احنا نشوف انه التسول بالشارع موجود، وحقيقة اكو عصابة ورا الأطفال تكون. جيت بالموضوع يا عزيزي، جيت منك وطفل بالبرد كانت له برد ويبيع عليك اقول له شنو المطر والجو البارد. موظف شنو وين يشتغل؟ موظف طفل عمره 4-5 سنوات موظف؟ شلون موظف يعني؟ حقيقة استاذ، حقيقة انه فعليا اكو ناس عصابات خلف هذول الاطفال. نعم اكو عصابات ويستغل التقاطعات ويستغلون الناس يجيبوهم الصبح ويوزعوهم على التقاطعات. نعم بس انا الموقف ما تفاجئت فيه بصراحة. هو شاب مثقف دا اشوفه، وانا طبعا اعتذر اسف اذيته. نعتذر منكم اكيد. يعني شكلهم يكسر الخاطر بالمطر موقفهم ويحكي. طيب يقول لي موظف، هذول موظفين يعني هل معقول هذا عمره 6-7 سنوات موظف؟ فعرفنا قلنا اكو شيء يعني احتمال مثل خاطفهم او شيء ما نعرف. شنو الشيء اللي خلاك توقف يمهم وتحكي وياهم؟ طبعا خلاني طفل عمره 4 سنين برد مطر وبيده 1000 دينار وانا ما اعرف الموضوع شنو. يقول لي موظف عندي موظف. انا حسيت بعدين هذا يمكن مستغلهم يجدون بالشارع ويجيبوا له فلوس. هيك اللي عرفته انا. وصح هاي الحاله موجوده. نعم هاي الحاله موجوده اساتذتنا العزيزين، لان احنا نشوف بكل مكان بالتقاطع بالشوارع اكو شخص خلفهم يحتاج يجيبوا له فلوس كل يوم. انا اسف طبعا هارت اعصابي من شفت الموقف. والله ما تحملت يعني. انا يعني هسه مو انا اشوف اي واحد منا يجي ما يشوف هذا المنظر ما يعجبه يا عزيزي. صعبه الغيره العراقيه اللي عندنا. اصلا لا بالعكس احنا اللي ممتنين من عندكم على هاي رده الفعل الحلوه صراحه حقيقه يعني. تفضل هنا خل نكمل حوارنا بين ما يكمل أنت. طبعا هم فعليا هذول الاطفال احنا من نشوفهم بالشوارع ممكن نشوفهم ما محتاجين بس ما نعرفهم ايش يعانون بنفس الوقت. مو قصه ما شو اسمه. انا قلت لك يعني اكو يمكن انا هواي شايف امور وحتى اعطيني وجهك للكاميرا راح اتابع. يعني اكو ناس دا اشوف تستغل اطفال خطيه. اطفال 4 سنوات و5 سنوات بالتقاطعات دا يجدون، واذا ما يجيب اللي يريده لا يبسطه اكل ما ينطي. انا شايفه يعني انا فانا الموقف شفته تفاجات به.
يعني انت تعرفين يمكن اكو قال لي موظفين عندي، شنو موظف عندك عزيزي هذا؟ طفل عمره شنو موظف؟ ما تفاجئ انا صرت ما اعرف شو اقول له، انهارت اعصابي ما تحملت. يعني يمكن اكو موضوع سابق يعني فات اوانه مثل ما يقول، يمكن فيلم المتسول اللي ظهر به الزعيم عادل امام وشلون صار وقع بشبكه واصبح متسول وياهم، يعني هاي الحاله يعني سابقه حقيقة موجودة عندنا. حقيقه، وهي رساله من الزعيم ذاك الوقت ما كنا نفهمها صراحه، بس اليوم صارت عندنا هذا الموضوع، واحنا من شفنا يسولف ويا الاطفال احنا توقعنا غير شبكه هاي، يقول موظفين، طيب طفل يعني 4 سنين موظف ما افتهم. هذا الشيء فعليا نفس ما ذكرنا. طيب انا شنو اللي جذبني؟ هو شاب مرتب ومبدل احلى شيء، واطفال كلها لابسه نحل وبكاتل البرد، يعني شلون المطر هذا بهالمطر شلون انا ما غيرتي عليه؟ احنا عراقيين، احنا شنو الرسالة اللي تحب توجهها لكل شخص دا يشاهدنا بخصوص موضوع التسول للأطفال؟ أنا أوجه للناس اللي تستغل هيك أطفال، أقول لهم مساكين خافوا الله، بس خافوا الله، لأن ذولا هم بشر. هاي الحالة الموجودة جاي تصير، أتمنى من كل مواطن لا يقول أنا شعلة، إذا شاف طفل بيد امرأة بيد رجل ويشك بهذا الأمر لازم يبلغ على الأقل حفاظا على سلامة الأطفال. يعني أعتقد ماكو عراقي بكل العالم يشوف هيك حاله ويسكت، مستحيل. أي ظاهرة ممكن أي ظاهرة الواحد ما يتدخل بها، ولكن هاي الظاهرة ما من الممكن شخص يسكت عليها. العراقيين حتى في الخارج العراق هم عندهم غيرة، نفس الحالة، مستحيل عراقي ما عنده غيرة عليه شيء. الغير العراقية والشهامة العراقية. أنا اللي ممتنة من عندكم على ردة فعلكم الحلوة، تقبلوا نعرض الحلقة لو عندكم مشكلة؟ لا عرضوها طبعا، خلي العالم يشوف، خلي يشوف المآساة اللي يعيشوها هيك اطفال وهيك ناس استغلاليه. حضرتك رسالة مهمة يا ريت تعرضوها. لا يا ريت. بالعكس انا قلت لك كلش ممتنة على ردة فعلكم. كلش انهزم هو راح فلت من عندكم. شكرا لكم. حتى بالبطل. شكرا لكم، تسلمون. انا كلش اسفة مرة ثانية، تقدرون تاخذون راحتكم، اعتذر من عندكم. تفضل لي مسار هنا. مسار هاي الحالة نشاهدها احنا بالآونة الأخيرة، وظاهرة كلش موجودة بمجتمعنا. طبعا هي الظاهرة موجودة، أغلب الشركات جاي يساومون الأطفال بهيك على مود موظف يمه وهاي، بس إن شاء الله من خلال قناتنا من خلال برنامجنا نوصل رسالة للمجتمع على مود نفتح شلون نسلط الأضواء على هاي الظاهرة. إن شاء الله قواتنا الأمنية ما راح تقصر بهذا. شكرا لك مسار، شكرا لكم جميعا. أكيد ولهنا انتهت ظاهرتنا بهذا المكان، ولكن مستمرين في ظاهرة التسول حتى نسلط الضوء أكثر على هذه الظاهرة.